انا جيت النهارده عشان اصور لكم من اكتر مكان ساحر في مصر، مكان كل الناس بتحب تيجي فيه عشان تشوف حاجات كل الناس نفسها تشوفها. المكان ده مكان ساحر بالنسبه لاي حد عشان كل حاجه فيه مميزه، من ناحيه البحر او المكان او الخروج او الحاجات الجديده اللي موجوده فيه. انا جيت شرم الشيخ. تعالوا معايا في فلوج النهارده عشان نشوف حاجات غريبه جدا اول مره نشوفها، والنهارده هيبقى يوم مختلف. في البدايه انا خدت شنطتي اللي شبه الدولاب دي، وقررت ان انا انزل شرم الشيخ، وده المكان اللي انا كنت بحبه جدا، وعشان كده قررت اركب جو باص واروح بيه. وكان القرار ده علشان استمتع بالطريق والجبال واحنا رايحين، بس للاسف حصل حاجات غريبه جدا. الطريق بالنسبه لي كان طويل جدا، انا كده كنت وصلت النفق. حاولت انام بكل الطرق الممكنه لكن كان النوم صعب جدا، لحد ما وصلت شرم الشيخ وفعلا نزلت وركبت تاكسي، رغم ان ناس كتير قالت لي حاول تاخد ميكروباص، لكن انا قررت اخد تاكسي وافاصل معاه، وده لان الدولاب اللي شفته في الاول كان هيبهدلني في الميكروباص. اخيرا وصلت، كانت رحله عناء. هنا انا كنت في طريقي للفندق في خليج نعمه ومضيت الريزرفيشن، ودخلت عشان اشوف الاوضه اللي اخترناها بعد ما قارنا بين اوضتين، بس الاوضه دي كانت احلى بكتير. الحمام تقريبا فيه كل حاجه محتاجينها، وده كارت الكهرباء علشان ينور الأوضة لما نيجي ندخلها. والأوضة عبارة عن درجتين، درجة بتنزل لها عشان الليفينج اللي بتقعد فيه، والكنبة دي كمان بتتفرد سرير علشان لو محتاج تغير مكان النوم. جو الأوضة كان جميل جدا ومريح نفسيا جدا، بالتكييف بالإضاءة اللي موجودة فيه، ده غير طبعا إن كل حاجة موجودة قدامك، حتى الكاتل والشاي واليانسون اللي موجودين بالكوبايات بأزاز المية وبتتغير كل يوم، والتلفزيون موجود قدام الكنبة على طول، وفي أكتر من 1000 قناة بتقلب ما بينهم. ودي أسعار الأوضة للأجانب، وهقول لكم اسم الفندق. دي الدرجة التانية، ودي التسريحة والدولاب والسرير، ومنظر الأوضة كان مريح جدا، غير نظافتها كان مهم جدا بالنسبة لي. الشباك ده بالنسبة لي كان وهمي، لأنه الفيو اللي عليه هو البسين، وده كان قدام البسين مباشرة، وعشان كده ده كان سر اختياري للأوضة. الفندق مبني على الطراز المغربي، وعشان كده كان عاجبني جدا. البول فيه كان جميل جدا، غير ميته متقسم 2، الصغير 50 سم للأطفال، والبول الكبير موجود ومتقسم تدريجي على كل الأطوال تقريبا. وده طبعا منظر الفيو بالليل، والبسين منور بإضاءة زرقاء، وكان فيه روف خاص بكل أوضتين ممكن تطلع تشوف منه وتقعد فيه، وفيه كراسي وقعدة جميلة جدا. صباح الفل، حبيت اوريكم بس الفطار، الانواع اللي موجوده، الدنيا حلوه. مش هقول كل حاجه موجوده طبعا، يعني مثلا هنا في سوسيس، في بيض، في بقى حاجات تانية، لانشون والجبن، يعني لحد ما هو الفطار هيلسي شويه. طبعا صوتي ومنظري بيدلوا على اني كائن ليلي وما بعرفش اصحى بدري، وللاسف الفطار كان بدري جدا، عشان كده كان لازم اصحى بدري، بس ده كان صوتي ومنظري لما بصحى بدري. وده البار اللي على البول، بس انا كعادل مش هسمح لنفسي ان اشرب اكتر من عصير تفاح. اجواء خليج نعمة بالليل بتوديك عالم تاني، وده كان سر اختياري للفندق ده تحديدا عشان في وسط خليج نعمة، بس انا قررت اني اركب ميكروباص ساعتها واروح سوهو سكوير. سوهو سكوير لما تدخلها تحسسك ان انت دخلت مدينة في كوكب تاني، من ناحية الإضاءة للزرع للتماثيل اللي موجودة لكل حاجة بتفاصيلها. وتعالوا نشوف النافورة الراقصة، بس مش عارف ليه ما رضيتش ترقص معايا. بحر الفندق ده والبيتش بتاعه من اهم الحاجات اللي بتخليني اختار الفندق ده تحديدا، لان في البحر بتاعه موجود محمية طبيعية وبيوت للسمك، وتقدر تعمل سنوركلينج من مسافة قريبة للبيتش، وده كان منظر السمك تحت المية. يلا
بصراحة أنا كنت مقضيها بالماسك بتاعي فرجة تحت المية كأنه تلفزيون 3D. وده كان العشاء بالليل، أقصد بعد العشاء بالليل، أكيد مش بتعشى جاتوهات يعني، لأنه هناك كان أوبن بوفيه، وده فندق جنابش، والفندق ده أنا بحبه جدا من زمان، نظافة الفندق واحترام الاستاف اللي موجود فيه. بعد ما كنت مقرر 4 ليالي قعدت أسبوع كامل لجمال المكان، وهنا كنت بنهي رحلتي، وقررت برضو إن أنا استمتع بمناظر الجبال وأنا راجع من شرم الشيخ للقاهرة. شير كتير للفيديوهات اللي زي دي علشان نقول للناس اللي بره قد ايه بلدنا جميله وفيها اماكن جميله جدا، والناس اللي جوه يا ريت تروحوا تشوفوها. Loving, hugging to no message. What's up? What's up?